علاش جاي تتكلم على التصنيف تاع يعني احنا رانا متاخرين لهذه الدرجه الرابعين في العالم، يعني وين افريقيا وراهم الدول المروك راهم زبل علينا زريبه. سليم السلام عليكم. وعليكم السلام سي سليم. سليم شكرا. كاين ناس شويه ما مستقفين ماشي قاريين. حنا عندنا مشكل رانا نحكوا على الجزائر باللي مسخه. علاش يبدوا في المغرب المغاربه؟ اسمع عندكم عقده من المغرب. انا والله غير الجزائري حر. ياسمين من ايطاليا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله اختي مرحبا. الله يسلمك خويا. لا انا حبيت غير برك نقول لك باللي علاش نهار اللي صنفوا الجزائر هي الاولى في الطبخ في العرب، علاش ما قلتوش هذا التصنيف؟ الجزائر صنفت 12 شهر، صنفت هي الاولى في الطبخ. يعني ما تكلمتوش عليه، لا في ما كتبتوه، ما تكلمتوا عليه ودرتوا حلقه، حتى مش شفتوا الجزائريين فرحانين يعني برئيسهم وفرحانين بهذو الاحتفالات، يعني جيتوا تقولوا الجزائر راهي في المؤخره. لا عيب هذا الشيء. سمحتي كي بغيت انا نعرفكم راكم نزهاء في هذه القناه، تتكلموا الجزائر صنفت لي هذا الشهر، صنفت هي الاولى في الطبخ العربي. لا مش اختي ياسمين، هي الطبخ الكسكس هي لا 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 في الطبخ العربي، الطبخ العربي. اوكي. على ما تكلمتوش عليها. يعني حبيت نديروا حصه انا الطبخ الجزائري وافضل طبخ عربي، حبيت نديروا لا ماشي على التصنيف، انا ما نتكلم لك على التصنيف، الجزائر صنفوها، على ما تكلمتوش على التصنيف، علاش جاي تتكلم على التصنيف تاع يعني احنا رانا متاخرين لهذه الدرجه الرابعين في العالم، يعني وين افريقيا وراهم الدول المروك راهم زبل علينا زريبه. اوكي طيب بيان. زيدي حاجه اخرى ياسمين؟ شكرا اختي ياسمين بارك الله فيك على هذه المداخله. احبائي المشاهدين، اذا احبائي مرحبا بكم مره اخرى. الموضوع اليوم هي قضيه او ما صدرت مجله الايكونوميست البريطانيه، اصدرت في ترتيب اهم او افضل مدن في العالم واسوأ مدن في العالم، وحطوا ترتيب 172 منطقه او مدينه من بين 172 مدينه. الجزائر حطوها في 169 يعني من المراتب الاخيره. افضل، حنا كنا افضل من دمشق سوريا اللي راهي في حرب، افضل من طرابلس تاع العاصمه الليبيه اللي راهي في الحرب، ولاغوس المدينه العاصمه الاقتصاديه لنيجيريا. حنا رانا في المرتبه الرابعه من تحت يعني للاسف الشديد. حبينا نسمع رايكم. واش رايكم يعني حقيقه هذا الترتيب يبين الحقيقة اللي عايشين فيها في الجزائر العاصمة، أو كما قال البعض بعض المشاهدين وما شافنا فيه مبالغة وأنا فيه نوايا خفية لضرب الجزائر؟ هذا رأي بعض المشاهدين. خلينا نسمعوا يوسف من الجلفة. يوسف أنا معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي يوسف واش رأيك؟ أخيرا كنت مداخلة وتقاطعت، صراحة أنا عندي سؤال لك وتجاوبني أنا قدام مشاهدين. ما تسوء أخوي غير واحد الحاجة لاحظتها، غير ملاحظة، هذا مكان. هذه الملاحظة تاعك، تفضل. المذيع دركا كي يجبدوا له المروك تحسوا وجعوا قلبه مش عارف علاه. قلبي يوجعني قلبي انايا. ايه لا خويا والله خويا قلبي غير صحيح، ما وجعني ما والو. سقسيت فيه ما عنده اي ما سمعش كاع، ما عنده اي مشكل كاع. عندك مشكله، عندك ملاحظه، عندك راي يقولوا بكل ارواحيه. تفضل خويا يوسف ما تقلقش كاع. ماش قلقنا والله، من قلق انا راني مش مقلق خويا يوسف. رانا نسمع رايكم. رانا نسمع في حاجه معلومه غير ديها، شوف هاتيها مع يوسف، هذه تعجل فيها. انا راني عايش في الجزائر، عايش في بلادي بملاحتها بالمساوئ اللي فيها، عايش في بلادي مش عايش لاجئ، والله عايش مغترب. اوكي واش يعني هذا خويا يوسف؟ انا عايش في بلادي في الجزائر. يعني خويا انت تحب الجزائر اكثر منا ولا اكثر من اللي راهم عايشين برا؟ اكيد هذه ما فيش نقاش، هذه ما فيش قولين، ما فيش قولين، قول واحد هذا فيهاش نشتي الجزائر اكثر منك. فهمت؟ ونعطيك معلومه غير خذها من عندي انا، هذه فيها من عندي، شوف فيها من عندي، هذه بدل ما تقطع عليها. تفضل. اخواننا المغاربه ربي يحفظهم، خاوتنا حاجه ماشي قناه، خاوتنا. شوف قل ما نلقى مغربي رغم انهم عايشين في فرنسا سميزيريا كي حلال، لكن عمري ما لقيت قنوات تنتقد كما هذه القناه تنتقد في الجزائر. اوكي خويا يوسف، سمعت رايك، شكرا، يعطيك الصحه. يوسف من الجلفه، بارك الله فيك
على المداخلة. أسماء من وهران. الوي. تفضل أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحاجة الأولى الأخ بغيت نقول لك غير حاجة. سي فغي كو تصنفت مع الأواخر وكاع، بصح كاع البلدان تلقى فيهم حاجة مليحة وحاجة ماشي مليحة، ماشي شرط يكون كلشي مليح. هذه الأولى. ألو. تفضل أختي تفضلي. الحاجة الثانية، أنا اللي نشوف كاع لي زالجيريان راهم عايشين غاية، كاع راهم عايشين غاية، ما كاش اللي خاصها حتى حاجة، كاع راهم بالوطاهم، كاع راهم بسكانيهم، كاع راهم غاية. اوكي. راك تسمع فيا؟ نسمع فيك اختي. طرب يعني حاجه واحده اخرى، الملاحظه لاحظناها بلي غير القبائل اللي يعيطوا يكريتيكو في البلاد، حنا كاع ما نكريتيكوش لا بلادنا. لا اختي اسماء، دوك نعطيك اسماء لا، هذه ملاحظه لاحظناها هنايا، لاحظناها زعما ماشي غير رايي انا. حاجه واحده اخرى، اللي يهضر هضره مليحه تقطعوا له الاتصال، اللي يهضر هضره ماشي مليحه تواصلوا معاه في الاتصال. ولا انت دوك هيك تهضري كيما عاد مليحه ولا مش مليحه لك؟ واش راكي تقولي دوك؟ لا، راني نهضر في الحق، راني نهضر في الحق. ولكن كملتي يعني خليتك تهضري. كيفاش ما قطعتوليش؟ وانا عرفت كيفاش ما قطعتوليش، انا بروحها راني مخلوعه. خلعتي يا اوكي. يا 1 2 3 فيفا الجيري، تحيا بلادنا ماغري كل شيء، وتحيا بلادنا. وانا راني معك اسمع، راني معك 1 2 3 فيفا الجيري، ماشي مشكل كاع ان شاء الله رب العالمين. 1 2 3 فيفا الجيري. طيب شكرا اسماء، بارك الله فيك. اسماء من وهران. ياسين من اسبانيا. ياسين. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خويا شو انا بغيت نقول لك، لو كريتيك سي اوتو كريتيك مليح. طيب ياك نورمالمون نتقبلوا الكريتيك باه نسكدوا رواحنا. ابسوليمون. هادو الناس اللي يعرفوا هنايا في الاوروب تشوف التلفزيون غير الكريتيك، كاش حاجه مليحه داروها يهضروا غير كريتيك. دروك هذه كيما قالت لك 1 2 3 فيفا الجيري، كاع نبغوا بلادنا ياك. ونورمال علاه قالت لك ماغري كلشي، زعما ماشي ولا ماغري كلشي، ماغري كلشي يعني كاين صوالح ماشي ملاح ياك. دروك انا هذاك تاع الجلفه نتفاهمها، عايش في الجلفه مسكين. لا خويا ياسين، هو ثاني عنده رايه وعنده حقه وعنده. ولا واه نتفاهم، ما عندناش اي فرق بين الجلفه ولا وهران ولا قسنطينه. لا غير اسمع عليك، كلهم عادي. لا ماشي هكا، لا انت ما فهمتنيش. هذاك تاع الجلفه نتفاهمها، فانا حاجه اللي ما فهمتهاش هذاك تاع الالمان، عايش في الالمان اللي عيطت من الطليان، نورمالمون هذوك شايفين صح. دروك من البلاد راهي مليحه، شاكم قاعدين يديروا في الالمان، هود للبلاد عيش ياك. هذه اللي عجبت الجيري وات فيها. قاعد هنا جايين هنايا ويقول لك لا الجيري راهي مليحه. كي تكون بلادك مليحه كاع كون راهي بلادنا مليحه كون رانا عايشين في بلادنا. هذه هي لوجيك. المهم بارك الله فيكم. يعطيك الصحة سي ياسين، بارك الله فيك انت اخويا على الاتصال. محبي جايه. سليم العاصمة. سليم السلام عليكم. وعليكم السلام سي سليم. سليم شكرا الله. كاين ناس شويه ما مستقفين ماشي قاريين. حنا عندنا مشكل رانا نحكوا على الجزائر باللي مسخه. علاش يبدوا في المغرب المغاربه؟ تسمع عندكم عقده من المغرب. انا والله غير الجزائري حر. حنا نحكوا على مشاكلنا وانتم اللي عيط يجبد المبروك. وزادت هذيك الطفله جبدت القبائل. تسمع عندكم عقده من القبائل. واللي يهضر معك يقول لك انا مجاهد وانا كذا. كيفاش حنا ما لقيناش الحليب في بلادنا وداير هذا المشكل في وهران جاي من اسبانيا من الطليان. وكل شعبك ومع ذلك دير هذا الاحتفال. شعبك راه يطلب. نحكي لك الصراحه. وهذو لما يعيطوا لك كاع لا بريبار والله يا سليم خويا والله كي شغل زعما دايرينها بالعاني. ولا تحب تقول انت في الجزائر روح لهذوك الامهات اللي راهم كل صباح ربي يدوا القفل اللحباس لاولادهم. هذه قولها في الجزائر وفي تبون. تبون اللي خرج وليدو تاع 7 قناطر كوكايين ومازالك تقول فيه تبون. والله ما تحشموا. جزائرية تصف المغرب بالمزبلة والزريبة في برنامج على قناة جزائرية، ولكن جاءها الرد من جزائري حر. وبينما بدأ مقدم البرنامج يتكلم حول ترتيب أجمل المدن وأسواق الدول العالمية، وبأن الجزائر جاءت في أسواق 4 دول في العالم، قبل أن تتدخل جزائرية وتقول: الجزائر تصنفت الأول عربيا في الطبخ. وواصلت بالقول:
لماذا لا تتكلمون على إنجازات الجزائر وتتكلمون فقط على السلبيات؟ وأنهت بقولها: لماذا تتكلمون فقط علينا فالمغرب مزبلة وزريبة؟ قبل أن يرد عليها مواطن جزائري حر بقوله: نحن نتكلم على مشاكل الجزائر فلماذا تقومون بإدخال المغرب في كل شيء؟ وأنهى بقوله: أنتم لديكم عقدة من المغرب وستبقى المغرب عقدتكم.